هي بنت كانت عايشة على الأرض زي الملاك، وكانت متفوقة جدا في دراستها ومطيعة جدا لباباها ومامتها، وكانت هادية قوي وبتحب اللغة القبطية جدا، لدرجة ان هي كانت بتتكلم مع اصحابها في الفصل باللغة القبطية، وكانوا بيعملوا مسابقات كتير مين يعلم عدد كبير من البنات في الفصل، وهي اللي كسبت. وكانت عايزة تعرف دايما ايه هو صليبها اللي هتشيله. في الوقت ده طلبت المرض اللي جه لتمها في إيريني، وفعلا ربنا استجاب ليها بسرعة واداها المرض ده، وعمرها ما اتذمرت او قالت انا تعبت او زهقت. كانت متقبلة كل اللي هي فيه بهدوء وبسلام وبراحة، وربنا عمل معاها معجزات كتيرة جدا، لكن عمرها ما طلبت ان هي تخف. وقبل نياحتها باسبوع راحت في غيبوبة، والناس كلها كانت فاكرة ان هي في غيبوبة، لكن في الاسبوع ده كانت في السماء مع العذراء، شافت كل الناس اللي بتصلي عشانها، وماما العذراء قالت لها انها خلاص هترتاح، وفعلا اتنيحت بعد ما فاقت من الغيبوبة على طول. جسدها لم يرى فسادا، وتم نقل جسدها لمزار جديد بيه. بركة صلواتها وشفاعتها تكون معانا امين، ويا رب تبقى مثال لبنات كتير في الزمن اللي احنا فيه ده.